عسلامة الناس الكل. اليوم جبت لكم وصفة جديدة وهي بشكوتو بالمعجون. الوصفة ايديال لفطور الصباح للصغار بما ان ديما حايرين بفطور الصباح. دونك تبعوا الرسالة للاخر. دونك لهنا خديت 3 كعبات عظم، زدتهم 100 جرام سكر وركضتهم، مش لازم معناها بالماكينة، ركضتهم لهنا بالفوي مانويل كما تشوفوا. وبعد زدتهم ليكيد الكل اللي هما 100 مليلتر زيت نباتي والا زبدة مذوبة كما تحبوا نتوما، وزدتهم زاده 100 مليلتر عصير بروكدين. بالنسبه معناها اللي مش في خاطر تو في وقت البروكدين احنا، اما كان مثلا تقدوا في الرسالة هذه مش في وقت البروكدين تزيدوها حليب، تعوضوا 100 مليلتر حليب. وزدت مغرفه متاع ماكله عطرشيه. ولهنا خذيت 500 جرام فرينه، وخذيت مغرفه قشور بروكدين مرحي، وخذيت ساشي خميره متاع حلويات متاع جاتو. لهنا حطيتهم مع بعضهم الكل وقعدت نزيد بشوي بشوي. والفارينة عينكم ميزانكم، خاطر الفارينة انتم وكبر العظم وانتم من معناها 500 جرام، انا زدت بعد مش استعملتش كان هي اتنوريها لكم كيفاش جاتني. وبعديك زدت لها يمكن حكاية 150 جرام كما شفتوا لهنا كيفاش جاتني، معناها تتلصق برشا. وليت قعدت نزيد بشوي بشوي في الفارينة، زيدوا بشوية وحركوا بيديكم بالطبيعة وعينكم ميزانكم. ولهنا هذه العجينة اللي تحصلت عليها كما تشوفوا، حطيتها على الرخامة وقعدت نخدم فيها نحرك فيها لين ولات كما هكا، تحسوها ولات هكا ليس رطبة معناها. وهنا نغطيوها ونخليوها تخمر، نخليوها حكاية ربع ساعة، ما نخليوهاش برشا معناها. ولهنا بعد ما خمرت العجينة قسمتها على 3 كما هكا وقعدت نحل بالوحدة بالوحدة. لهنا السمك نحلوها كما هكا، مش جويدة برشا ومش خشينة برشا. ولهنا باش نستعمل معجون سفرجل، ذي عملته في الدار معناها دياري، كما تحبوا تستعملوا اي معجون متوفر عندكم، اي معجون تحبوه نتوما. دونك لهنا بعد ما حليت العجينة نحط السفرجل كما هكا وما نوصلش للشافة بالكل، نخلي معناها لحرف ما نقديهمش. لهنا خذيت شويه ماء ودهنت كاللحرف الكليكيه باش بعد معناها العجينه ما تتحلناش. وتوا بديت نلوي فيها كيما هكا، نحاول نلوي ونكبس شويه باش تجينا بعد روليه هكا من الداخل، شكلها معناها يبقى مزيان، تجي مكبوسه معناها نحاولوا نكبسوا ما نخلوش برشا فضاء. ولهنا كي كملت لويتها سكرت الشوافي كما شفتوا، حاولت نسويها هكا بيدي وحطيت على بابي كويسون ودنتها لهنا بشويه اصفر عظم ورشيت عليها شويه جلجلان. لهنا كيما تحبوا اختياري، تنجموا تدهنوا ببيض عظم اللي ما يحبش الاصفر العظم، اما الاصفر العظم يعطيك اللون الذهبي المزيان. بعد وبعد دخلتها للفور 150 درجه، شعلت لها من لوطه بركه من اللول. بعد هكا كي بدات تحمر شويه شعلت لها من فوق. وهذا البشكوت متاعنا كي خرج من الفور كما تشوفوا كالاصفر عظم عطاه لون ذهبي مزيان. تو نخليوها تبرد معنا بالكدا وبعد نقصوها. وهذا البشكوت بالمعجون متاعنا بعد ما قصيته كما تشوفوا فيهم جاو مزيانين وبنين على الاخر، عجبوهم برشا الصغار، قالوا لي عاود لنا منهم. كما قلت لكم ايديال لفطور الصباح، وكعبتين منهم معناها تقنع بالكدا معناها ياكلوا كعبتين الصباح يمشيوا شبعانين لين يجي وقت الفطور. وكما تشوفوا لهنا حكايه 650 جرام فارينه استعملت، طيحوا لي ما شاء الله كونتيتي كبيره. ولهنا يوفى الفيديو متاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الرسالة متاع البشكوتو بالمعجون، وكان عجبتكم ما تنسونيش بالطبيعه في الجيم واللايك والبارتاج، والتقانا في فيديو جديد ان شاء الله ورسالة جديده، وبسلامه.